السلام عليكم. اللي هعمله النهاردة بقسم. ده بقسم كويتي، يعني ايه، نفس الطعم اللي كنت بناكله هعمله لكم النهاردة. بس انا عاملاه خليط من دقيق القمح والدقيق الابيض. حطيت عليه نص معلقة ملح، وحطيت فيه معلقتين خليط من شمر وينسون وشيا يعني مجموعة من البهارات. عايزة تحطيش تحطي، مش عايزة تحطي اليانسون بس حطي. انا حطيت معلقتين، وهلخبط كل ده مع بعضه مع معلقتين صغيرين من المعلقة دي بيكنج باودر، واحط كمان معلقة محلب او يعني على طرف المعلقة محلب، وهحط معلقتين نشا. يبقى هنا هو دقيق، عايزة تحطي دقيق ابيض بس اوكي، بس انا عملت خليط من ده ومن ده. معلقتين بيكنج باودر، معلقتين بهارات مشكلة، ونص معلقة ملح، ومعلقتين من دي نشا، معلقتين كبار نشا. الخليط السائل عبارة عن كوباية الا ربع سكر باودر، هنزلهم على كوباية مية واحطهم على النار، بعد ما يغلوا لهم غلوتين هصب عليهم كوباية زيت ومعلقة خل. السوائل دي كلها هنزلها هنا. عايزة تعجنيها بايدك اوكي، تحطيها في العجان ماشي، وانا بشتغل هوريكي. انا هنا هنحط المعلقتين البيكنج باودر، ادي معلقة، وطبعا ادي معلقة تانية يعني الكيس بحاله، وهحط معلقتين نشا او الكورن فلاور، ادي معلقة وادي معلقة، وهلخبط كل ده مع بعضه كده. وهنا هو هحط السكر مع السكر مع كوباية المية دلوقتي، كوباية الا ربع سكر مع كوباية مية، وهحطها على النار تغلي. هنزل على معلقة ملح، سوري معلقة خل، وكوباية الزيت. انا هقلب السكر مع المية، كوباية الا ربع سكر مع كوباية مية، هقلبها كويس لغاية ما يدوب، يعني بس مش العسل ما يقعدش قوي، بس هو السكر يدوب. هنا خلاص السكر داب في كوباية المية، هنزلها حبة حبة في العجان. هطفي البوتاجاز. دلوقتي هشغل العجان، هنزل المية والسكر حبة حبة. هنزل معاها كوباية الزيت، طبعا انا عامله خليط من الدقيق القمح الحبه الكامله والدقيق عادي، بس هو بيبقى احلى طبعا بالدقيق الابيض اللي هو جميع الاستعمالات، بس انا علشان يكون صحي فبحط ده معاه. انت مش عايزه دقيق القمح تحطي دقيق ابيض بس. دلوقتي انا هعجن بيه لغايه ما يكون عجينه لينه، وطبعا هسيبها تخمر بتاع نص ساعه وبعدين اشكلها. اخر حاجه هننزل معلقه خل. انا طلعتها خلاص من العجان، وحطيتها على شويه دقيق، وطبعا انت شايفه لونها غامق كده لان انا حاطه فيها كوبايتين دقيق قمح، بالاضافه الى منكهات حبه البركه وينسون وشمر وشيا وبذره كتان، يعني عاملاها بقسم صحي. دلوقتي انا هنغطيها بدقيقه واسيبها لغايه ما اشكلها.
دلوقتي انا سبت العجينه استريحت نص ساعه، لان هي مش ما فيهاش خميره عشان تخمر، هي فيها بيكنج باودر بس تستريح. قسمتها كده، وبعدين هفرد كل قطعه كده لغايه سمك يعني مثلا سنتي. وبأي قطعة، أنا عندي القطعة دي هضغط عليها كده وأطلعها، أو تعمليها كور وتعمليها صوابع، التشكيل ده يرجع لك انتي. بعدين أنا هحطها هنا في صينية. الصينية دي مش هدهنها لأن هي أصلا فيها زيت كافي. أنا عملتها بالقطعة اللي عندي دي كده، وبعدين أشيلها الزيادات دي، وبعدين أشيل واحدة واحدة وأحطها في صينية مش مدهونة ولا حاجة. عايزة تعمليها صوابع زي ما تحبي، الحاجة التشكيل ده هيرجع لك انت. وبعدين هدخلها في الفرن على طول مباشرة. الفرن انا مولعاه، هحطها على الشبكة في النص. وانا هعمل تشكيل تاني عشان اوريلك انه ممكن اي تشكيل تعمليه. وبكده يبقى خلصنا البقسم. انا عملته بطريقتي اللي هو حطيت فيه دقيق قمح، انت اعمليه بالدقيق الابيض عادي هتبقى جميل قوي. وحطيت فيه مجموعة من البهارات، حطيت فيها شيا، وحطيت فيها حبة البركة، وحطيت فيها ينسون، وحطيت شمر، وكده لغاية ما اخلص كل كمية وادخلها في الفرن في رعاية الله. هوريهولك لما يطلع. ادي تشكيل تاني عملته. دخلت الصينية الاولانية في الفرن، ودي هدخلها كمان. ادي البقسم لما طلع من الفرن، في مقداره نص كيلو، عمل صينيتين من دول. وبكده بقى خلصنا البقسم اللي بالسكر وزيت وبيكنج باودر وشوية ملح وشوية مية بس، مفيهوش ولا بيض ولا في حاجة. وطبعا انا عاملاه بالدقيق الكامل الحب، انت عايز تعمليه بالدقيق الابيض زي ما تحبي. يلا في رعاية الله والعافية على بدن اللي هياكل. باي باي، مع السلامة.